دلوقتي بقينا نشوف فاشن ديزاينرز كتير زي إيلي صعب وزهير مراد. عمرك فكرت مين أول فاشن ديزاينر في العالم؟ تعالوا نعرف مع بعض مين هو. بيرجع أصل تصميم الأزياء لسنة 1826. في الوقت ده الملابس كانت بتتصنع على ايد خياطين مجهولين، وكانوا بياخدوا الموضة من ملابس الملوك. وبعد كده جه اول مصمم ازياء في العالم تشارلز فريدريك وورث، وده اتولد عام 1825 واتولد في باريس، وكان عنده موهبة اختيار اللبس المناسب للعميل، وكان ذوقه بيعجب الناس كلها. في يوم 1 فبراير عام 1953 أصدر نابليون الثالث إعلان بأن ممنوع دخول أي زائر من غير الملابس الرسمية اللي كانت من تصميم أول مصمم أزياء في العالم تشارلز فريدريك. معروفة ملابس فريدريك باستخدام الكرينولين، وهو عبارة عن هيكل معدني شبه القفص متعلق جواه الملابس بشكل أنيق. ومن بعدها تشارلز بقى أول مصمم أزياء في العالم، وأسس أول دار أزياء في باريس وورث هاوس، وبدأت أول عروض أزياء في باريس وكانت كلها من تصاميمه. ومن بعدها اتشهرت باريس بعاصمة الموضة.